انت من هناك بلش الانفستمنت ايدياز. سمعتي مع يو انفستد ان هيم. فيري بتقولي كده. فيري وبيبو حقيقه ولادي يقولوا لي يا مامي انت اول انفستمنت ليكي بوبي. هو عنده حق اونستلي، هو التيرم مش يعني مش دارج او مش مستخدم في البلاد العربيه. في حين ان هو في امريكا واوروبا هو تيرم عادي جدا، بتقول اي حد يقول بيفهم على طول، مش محتاج تشرح له. فانجل انفستور هو معناه مستثمر بس من طبيعه خاصه في الشركات الناشئه ورواد الاعمال، ومفيش راجل بينجح من غير سبورت سيستم في البيت. مراته. This is the fun about entrepreneurship. ضيعتهم على الكاندي وعلى الكراش. لا الاثنين I was crushed. انا وانا في لندن اوريدي، انا قلت لك انا كنت طالعه من مصر مرض نفسي وعضوي ثوره. فكنت هناك بقى خلصانه، يعني كنت قاعده في انجلترا خلصانه خالص. ساعتها سالت سؤال في نفسي، قلت هو الفلوس دي بتروح فين؟ انا بقول لك واحده زيرو باك جراوند كودينج، انا معلش انا مش كمبيوتر ساينس، انا بزنس ادمنستريشن. وحاجات البيزنس انا حاجات البروجكتس انا كنت ساعات كتير بخلي ناس تساعدني وتعملها لي، يعني عادي، انت عارفه الولاد جدعان في مصر. انا بميل اكتر للبروجكت بيست ليرنينج. انا شخصيه I really learn through the project and through trial and error. بناء المشروع هو اللي بيحمسك للمشوار هذا. جاهز تحكيها زي ما هي؟ انت جاهزه؟ السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير باللحظة اللي بتحضروا فيها هذا البودكاست. اليوم معنا ضيفة عزيزة على قلبنا، بنحبها كتير. أنا ضيفة من مصر. بدايتنا بالتعارف كانت شوي غلط. الله لا يورجيكم عبد شو عمل. الله لا يورجيكم. أحلى تعارف. فاليوم نرحب بالصديقة العزيزة هايدي العبد. برافو عليك، حكاها صح. انت كده قلتها بالمصري بيرفكت. العبد كده بالظبط، عشان هنا في الاردن بتقولوا لها هايدي العبد. هايدي العبد هي بالمصري هايدي العبد. عشان هيك سالتك عشان ما اعكش كمان مره. لا برافو، لا تعكي تاني مره همشي من هنا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك، اهلا عبد. احنا كثير مبسوطين اليوم فيكي. انت مش بس امراه انه انا I look up to. لا العفو، ثانك يو. لا ازاي؟ انا اللي look up to. ثانك يو سو ماتش. يعني فيكي كتير طاقة كتير حلوة من أول ما تعرفت عليكي. طاقتك حلوة. فأهلا وسهلا فيكي بعمان. أهلا بيكي، شرف ليا أبقى معاكم انتوا الاثنين. بالعكس أنت إضافة كتير كبيرة لحياتنا ولبرنامجنا كمان. ثانك يو، بيصالحني على الخبرة الموجودة. أنت بتصالحني. ثانك يو سو ماتش. جاهزة تحكيها زي ما هي؟ هو أنا أصلا مشكلتي إني بحكيها زي ما هي. طب ممتاز، هذا المطلوب. يعني أنتوا تستحملوها زي ما هي، تستحملوني تمام. طيب أنا بدي أسأل أول سؤال. استنى بس عشان تعريف امبارح حكاني عبد. أول شيء قال لي روى بس بالله بلا مؤاخذة، شو يعني انجل انفستر؟ في الأردن وبتقول لي يعني ايه انجل انفستر؟ شفتي؟ احنا عندنا انفستر، اما انجل انفستر هذا مصطلح بكره هي حتقول لك. فأنا حابب أسمع منك ماذا تعني انجل. بصي ايش تفرق؟ هو عنده حق اونستلي، هو التيرم يعني مش دارج او مش مستخدم في البلاد العربيه. في حين ان هو في امريكا واوروبا هو تيرم عادي جدا، بتقول اي حد يقول بيفهم على طول، مش محتاج تشرح له. فانجل انفستور هو معناه مستثمر بس من طبيعه خاصه في الشركات الناشئه ورواد الاعمال. انفستور بيستثمر بقى في حاجات تانية كتير، ممكن يدخل في حاجات ويل استابليشد، يدخل في ستوكس، يدخل في بونز، يستثمر في حاجات. لكن انجل انفستور يعني في الحته دي بيستثمر في الستارت ابس، الشركات الناشئه ورواد الاعمال، الانتربرينورز. هو ده الانجل انفستور. هو الفيرست ليفل تبع اي ستارت اب. يعني اليوم الستارت اب بلشت من الصفر، انتوا بتفوتوا معها من الصفر. اول مرحله بيبقى الانتربرينور مثلا بيبقى معاه بيعمل بوت سترابينج، فاميلي اند فريندز، وممكن في ساعتها يدخل معاه انجلز اللي هو ولا فاميلي ولا فريند، بس بيليفز ان ذا ايديا، هو مقتنع بالانتربرينور، مقتنع بالمشروع. وبعد كده بيطلع لمرحله لو هيبقى في في سي. امتى قررتي انك تفوتي بهذا المجال؟ انت دارسه بزنس. بزنس ادمنستريشن. احنا زمايل بقى بالضبط. ايوه. كيف دخلتي بهذا الموضوع وامتى قررتي تفوتي فيه؟ بصي هي قدريه، يعني ليتس هي قدريه، لان انا في الاساس انا entrepreneur at heart، يعني متخرجه من الجامعه بمنطق entrepreneur، بمنطق حره، عايزه ابقى عندي my own business. وقت ما انا اتخرجت في 2001 كانت الدنيا مش زي دلوقتي، لا تقارن. انت كان عندك وقتها كان الستارت ابس كلها دايما كافيه، نعمل كافيه لاونج الناس تقعد فيه وتشرب حاجه، تاكل حاجه خفيفه. ده كان معظم البيزنس موديل اللي كانت الناس من AUC بتخرجوا بيعملوه، او
يشتغلوا يعملوا بقى يشتغلوا في حاجات مالتي ناشونالز. it was either this or this. فطبعا انا ما كانش وقتها، انا اتجوزت صغيره، ما اتجوزت وانا في الجامعه. جبت بنتي الكبيره في ريال وانا في الجامعه. انت في الجامعه كنت حامل؟ في اخر سنه اتخرجت وهي معايا. الشهاده بايده والله ده حقيقه. بسم الله. فجبت فاري بنتي وانا في الجامعه وخلصت. فطبعا انت معايا بيبي، فخلاص بتحطي بقى اللي عايز تعمليه اي حاجه على جنب، ومعايا بنت. تركزي ببنتك. لا انا اصلا كمان يعني ام قوي، وكمان جوزي اب قوي، اللي هو يعني وشخصيه يعني قويه. يعني انا حرم دكتور محمد ابو شقه المحامي، زوج حضرتك فيه هلا بدنا نخصص له ده ليه حلقه لوحده، فقره لوحده. ده ليه حلقه لوحده ده. خلينا نشوف لا انا يعني انا بحب اقول اسمه، لكن مش مش هنستطرق لان هو فعلا محتاج حلقه لوحده. فهو ساعتها انا كان اتفاق بيني وبينه انا مش هشتغل عشان عندي في ريال بنتي. ففاري جبتها، جبت فوفي، بعد كده جبت ابني بعدها ب4 سنين دخلتها النيرسي. جبت ابني، بعد ما جبت ابني تم سنه جبت ابني بهاء الدين، ده على اسم جده بقى، بهاء الدين ابو شقه. جبت ابني، وبعد ما ابني تم سنه حسيت بقى لا خلاص انا اتس تايم، انا بقى لي 5 سنين متجوزه و I need to do something. يعني انا مش قادره اقعد كده، مش عارفه اقعد كده. كنت وانا حامل في ابني كنت بعمل ساعات، بيجي لي ستودنتس من AUC بساعدهم في الرايتنج سكيلز، اعلمهم how to write an essay. you know at AUC you need to write an essay، وليها سكيلز معينه، وليها structure والثيسس تعمليه ازاي، والكونكلوجن ازاي، والانترو ازاي. انا كنت شاطره في الموضوع ده، فكنت اوريدي بدي ساعات في البيت كده دروس. وكنت حتى الوقت ده كنت بحس اني رجعت صغرت تاني، لان انا كنت متخرجه مثلا بليش 4 سنين ورجعوا تاني مثلا قاعده مع ستودنتس. فكنت دايما حاسه ان انا مخي فيري اليرت ومع الولاد بس لقيت نفسي I'm not into teaching قوي، انا مش حابه الموضوع للدرجه. المهم بعد ما ابني تم سنه قلت لا عايزه اعمل مشروع. فانا ابني جبته وانا عندي بيبو كان عندي 25. فلما جبت بيبو قلت لا انا عايز 26 بقى، لا خلاص هعمل. فعملت ترجع الشغل. لا خلاص، بس مش ان اشتغل في مالتي ناشونال. ما كنتش حابه ابقى تحت رحمه بوس بمواعيد شغل it was not for me، مش شخصيتي يعني. عملت بقى وقتها، كان الاوبسيشن وقتها عندي كان بلبس الاطفال. كنت حتى مسميه المحل بويز اند جيرلز. كنت حابه قوي لبس الاطفال، اللبس اللي هو هاو تو ميك ا لوك كنت بعمل لوكس حلو قوي. اتس نوت اونلي لا اللي هو احط الاوتفيت على بعض. الاوتفيت اتس لوك، اتس ستايل، اتس ستايل. لان كنت بلبس فاري حلو قوي، كنت بلبس بيبو حلو قوي بجد، وكنت باخد كومبلمنتس، وانا كنت اوبسست بالموضوع ده. يعني اللي هو مش عارفه اعمله في نفسي اعمله في الولاد، عارفه. this was the passion then. وما كنتش عايزه اعمل كافيه، يعني مش دماغي. وما كانش فيه وقتها على فكره، كان بدايه الفيسبوك. يعني انا بنتكلم 2000 بيبو مولود 2005 2006. ما كانش فيه 2006 كان لسه الفيسبوك محكوم بالجامعات الامريكيه بس. بالظبط، كان لسه بداياته. بس كان محل فيزيكال ولا كان اي كوميرس؟ فيزيكال ما كانش فيه لا فيزيكال. وانا بقى شغاله وانا بالمحل كان ناجح جدا، وكنت مختاره موقعه كويس، كان جنب سنتر للاطفال ورياضه وبتاع. بدات احس ان انا حابه اكسباند اكتر، ان انا يبقى عندي ماي اون براند واصنع، ويبقى عندي ماي اون براند. لان كنت بروح مصانع بجيب بشتري لبس من المصانع نفسها، وكان لبس مصري على فكره، وكنت الناس بتفتكره مستورد من حلاوه الاوتفيت معمول ازاي، الستايل كان الستايل. فقلت بقى انا بقى عايزه اعمل انا ماي اون براند. وساعتها بقى محمد يعني حس ان انا يعني لا الموضوع بدا يخطفني، وهضطر اسافر وعشان ابقى متابعه ذا ليتست لاينز اوف فاشن وكده. وقال لي لا كده خلاص، ستوب اللعبه، ستوب. الولاد صغيرين، وهو كان عنده حق، وبجد كان عنده حق. كان لازم وقتها يا كده يا كده. انا بصي، في ستات شطار قوي قدروا يوفقوا بين الاطفال وبين الشغل. بس انا عندي ظرف مختلف. انا جوزي كمان كان بيبتدي حياته المهنيه هو الاول كان وكيل نيابه، وبعدين بقى محامي مشهور. ما كانش عايز يبقى محامي عادي، هو باباه كان اشهر محامي، هو كمان كان عايز يبقى اشهر محامي. this life is not easy. وما فيش راجل بينجح من غير سبورت سيستم في البيت. مراته، let's say مراته، لان دي اللي عايشه معاه. بعد كده اهله ماشي، بس هي الزوجه دي اللي عايشه معاه. لو مش يعني مفضيه له دماغه ومطمناه على البيت والولاد، بتدير له حياته، صح، هيركز ازاي في شغله.
فالموضوع كان غير لو هو كان في وظيفه، برضو كانت وظيفه ممكن كل واحد فينا في وظيفه، لكن لا، هو كان بيبدا الكارير بتاعه وكان عنده هدف انه يبقى نمبر 1، وهو نمبر 1 الحمد لله دلوقتي. وانا كنت يعني عايزه ده، لان انا معاه من وانا عندي 15 سنه، خلي بالك. 15. انا سمعت هذا الخبر. انا جاوبت لي كل اسئلتي، انا قلت لها بدي اخلي موضوع علاقتك بالزوج لا، ما انا بعد كده اشرح لك. لا، عندي لاني انا بحترم قد ايه انت بتحبي زوجك وقد ايه انت الحمد لله فيه. الحمد لله. وللاسف هذا بطل كثير موجود. يعني هلا بتسالي كيف زوجك يا شيخ، بصير تقول بيعملوا ايدهم كده برضه هنا. فاهم قصدي؟ فصار للاسف وصلنا مرحله انه غريب الوحده تكون بتحب زوجها وتطلع عليه بكل هالفخر، ولما تحكي عنه عم تحكي وعيونها عم بيلمعوا. هي كمان انا نقطه اللي هي مش بس الحب، هي الفخر. واعتبرتي، انا سمعتك بواحد من الاشياء اللي حكيتيهم انه انت فخوره، انه واحده انجازاتك قد ايه انت فخوره بايش هو اول وصل. انجاز فرحانه بيه ان انا معاه من وانا عندي 15 سنه، وهو دلوقتي المحامي الاول في مصر والوطن العربي. عشان ما حدش يزعل، انا ليه بقول الوطن العربي؟ عشان مصر هي اكبر دوله عربيه رقم 1، وجوزي في الدول العربيه لما بيبقى فيه قضيه صعبه هو جوزي بيترافع في كل دول الخليج. انا ما قلتش الاجنبي، انا قلت جوزي كل دول الخليج لما بتبقى القضيه ليفل تاني انا جوزي بيروح يترافع فيها، بيجوا مخصوص. فهو وانا عشان كنت عايشه في لندن وشفت مستوى المحامين الانجليز، فانا بقيت اقول له على فكره انت احسن محامي في العالم، انت مش بس في الوطن العربي، انت لسانك نفسي تقولي اصلا هو احسن واحد في العالم. بس اللي هو على استحياء الوطن العربي. فهو فعلا ليفل تاني، يعني ليفل تاني، لان انا معاه وليفل تاني وانا صغيره، هو اكبر مني ب4 سنين بس، مش كتير. فهو كان عنده 19 وانا 15. I saw the talent من وهو 19 سنه، شفته مختلف، مش بني ادم عادي. فانت من هناك بلش الانفستمنت ايدياز. سمعتي معاه؟ يو انفستد ان هيم. فيري بتقولي كده، فيري وبيبو الحقيقه ولادي يقولوا لي يا مامي انت اول انفستمنت ليكي بوبي. فعلا دايما. ايش القضيه اللي بتتذكريها انتوا صغار اللي استلمها وبعد ما نجح فيها حسيتي اوف هذا الانفستمنت هيو؟ لا، انا كنت متاكده انه هيبقى ده الانفستمنت. يعني مش هو عنده قضايا كتير قوي كبيره، بس هقول لك على حاجه. اول ما استقال كان بدا يشتغل. اول ما استقال كان عنده بتاع 29 30 سنه، هو خد دكتوراه 29 سنه، صغير برضه. الدكتوراه دي انا معاه، وكنت اللي هو الاقيه مثلا ما بيذاكرش، اللي هو ابقى قلقانه، لا انت مش انت يعني امتى بقى هتستقيل عشان تشتغل؟ لان انت الانفستمنت ما كانش بيذاكر كتير، وانا ابدا اقلق ايه ده البلان مش ماشيه. لا بس الحمد لله خدها 29 سنه. ولما خدها كان في الاول من وهو داي 1 مش بيقبل اي قضيه واتعابه كبيره. كنت بقول يا محمد ده لسه بتبدا يا حبيبي، انت لسه صغير. يقول لا انا عارف قيمه نفسي. مظبوط. قلقت اونستلي في الاول، اللي هو يعني لا انزل شويه. من اهم اسباب النجاح واول سبب للنجاح تعرفي قيمه انت شو عم تعملي. الحمد لله تعرفي قيمه شو عم تعمل. انا عم بستنى تحكي هاي الجمله بس القضيه لسه قولي لي عن قضيه بتتذكريها لليوم حسيتي هاي مش رح نعرف نحكي قضايا واسم وكذا. لا شيء هي بتتذكرها قضيه مهمه فرقت معاها. اصل احنا بصي، انا مش هقدر اقول اسامي قضايا معينه عشان ده شغله. اوكي. وانا ما بقدرش اقرب من الحته دي. بس هو يعني هو كيس بير كيس زي ما بيقولوا. هو جراح في عالم المحاماه. والاصعب القضيه اللي بتستعصى الناس كلها مع محمد وبابا، لان بابا انكل بهاء برضو هو نمبر 1. هو انا حمايه اسطوره قانون من زمان. فيعني لا هم نمبر 1 مفيش كلام دي. يعني وده شغل، ما اقدرش اقول اسامي القضايا. لو قلت قضيه مش عارفه اروح. مش عارفه اروح بيتنا. يعني شايف الفخر. يعني انت امتى اخر مره واحده عم تحكي عن زوجها بهذا؟ لا بس انت عارف الفخر ده بيغيظ ناس. ليه؟ لا يغيظ. وبيجيب لي نقد كتير سلبي. ليه؟ بالعكس، لانه لو هذا ما بيغيظ ناس بكون شيء عادي، مش شيء لا تفتخر فيه. لا بيغيظ ناس وبيجيب لي نقد كتير سلبي، بس انا ما بفرقش معايا الحقيقه خالص، لان انا الحمد لله ولا يفرق معايا مين يحبني ومين ما يحبنيش. صراحه كل واحد اخر همي. لا ما ده. طيب انت امتى بلشتي تفوتي بعالم نكمل انا بقى بعالم الانفستمنت والانتربرينور شيب؟ امتى قررتي؟ يعني خلصت المحل. انت وقفتي معنا وين انت وقفتي؟ قال لك لا قفلت المحل. ووقتها كان في فرصه اشتغل في بنك، اعتذرت عنها، مع ان يعني ما كانت فرصه بنك بيبدا في مصر. اعتذرت عنها لان برضو ستيل فكره 9 ل 5 ومش 5 بقى 10 11 بالليل. واحنا في مصر عندنا البنوك كده. واعتذرت عنها. حصل بعد كده تعرضت لظروف صحيه
ما كانتش احسن حاجه. فتلاقي دايما حياتي انا يعني تقولي اتاخرت ليه، هقول لك ظروف صحيه بعدين ثوره. صح الثوره صح. كمان. ثوره مصر 2011 احنا هاي دائما بننساها الموضوع. صح. طيب يعني ظروف صحيه بعدين ثوره. حتى وانا في الظروف الصحيه دي كنت بعمل ماسترز اوف بابليك بوليسي اند ادمنستريشن في اي يو سي تو جيت اوت اوف ذس، بس ما لحقتش اكملها عشان خاطر الثوره حصلت، كان فاضل لي فيها كورسين ما لحقتش اكملها. المهم بعد كده قعدنا في مصر شويه سنه بعد الثوره، وبعدين الوضع ما كانش امان. صح. وكان صراحه فكرتي انا ومحمد ان انا اطلع بالولاد واقعد في انجلترا في لندن، وهو كان قاعد في مصر. وقتها كانت في قضايا كتير قوي في الثوره، وكانت قصص كبيره في مصر كانت صعبه قوي الحقيقه. فهو قعد في مصر وانا عشت بالولاد في لندن من اخر 2012 ل 2018. اوكي. فرحتي عشتي بلندن، قعدتي هناك انت مع الاولاد. لندن بقى دي ذا لاند اوف انجلز. ايوه. فشو صار هناك؟ لما كنت قاعده هناك بقى طبعا انا برضو اللي هو مشغوله تجهيز الحياه، البيت، المدارس. وانا في المدارس ما كنتش بهزر، يعني ما كنتش طالعه ادخلهم مدارس بالفلوسي زي ما بيقولوا، مش برايفت سكول اند فول ستوب، لا هم لازم يبقوا فليك سكولز اللي هي مدارس المتفوقين if I may say، يعني مدارس المتفوقين. فما كانش وعاده المصريين والعرب ما هماش بيركزوا في حته هم مدرسه في لندن وخلاص، لا انا اولادي كان لازم يبقوا في مدارس ذا توب سكولز ان لندن، والاثنين كانوا فيها فعلا الحمد لله. وبقى صعب الدخول عليها هي؟ لا مش سهل لان ما فيهاش وسايط ولا فلوس. بالظبط كثير صعب. لا احنا بلندن احنا مش ما حد فيهاش واسطه ولا واسطه ولا فلوس، يعني يا متفوق يا مش متفوق، ما في يعني خالص يعني. اوكي. وبس. وكنا بقى كنت بقى رايحه جايه على الخط، لان انا كمان كنت لازم ارجع اشوف برضه اهلي. جوزي كان مش بيجي لنا كتير، انا كنت بجد عامله زي المضيفات، الكاري اون معايا. ولادي الكاري اونز بتاعتهم رايحين جايين عشان خاطر ما يفقدوش السنس احساسهم بمصر. انا برضو بابايا ومامتي ربنا يخليهم لي، بابايا دكتور حته تانية خالص، فانا I don't come from a business background. بابايا دكتور عبد الخالق العبد، مامتي ناهد احمد، دول بتوع يعني الناس اللي هي جامعيه اللي هو الوظيفه أكاديمية. بابايا كان بيشتغل في الدول العربيه طول عمره، حتى ما يشتغلش في مصر غير في الاواخر. ما في ريسك البزنس يعني. ده هم كانوا خايفين عليا ان انا اصلا اعمل اي حاجه. لا بقول لك انا جايه من منتاليتي شكلها مختلفة. فولا اهلي، بابايا طبيب بشري ومامتي اشتغلت موظفه في الكويت، فهي بالنسبه لها يعني ايه ده. وبابايا برضو طول عمره دكتور شركات بترول. بالنسبه بقى لاهل جوزي محامين برضو اللي هم بيزنس، لا نستثمر في عقار فجايه من حته اللي هو ان انا لا دي مش طبيعيه. دي اصلا كيف بدك تقنعيهم انت بهذا الموضوع؟ طيب كيف اقنعتيهم؟ كيف دخلتي؟ هي بقى بصي جت كده وانا في لندن اوريدي. انا قلت لك انا كنت طالعه من مصر مرض نفسي وعضوي ثوره فكنت هناك بقى خلصانه، يعني كنت قاعده في انجلترا خلصانه خالص. فكنت كمان ساعات خلي بالك حتى لما بتبقى بتبقى دايما في رولر كوستر اوف فيلينجز، وتقعد كده بقى مع نفسك ترفلكت اون وات يو بين ثرو، ممكن تدخل في اكتئاب على فكره، تدخل اللي هو انا فين، انا ايه اللي انا فيه ده. فساعتها يعني ادمنت شويه اللعب على التليفونات وعلى الايباد بتاعي، الماتش 3 جيمز كنت مرعبه، يعني ما كنتش ابقى نمبر 1 فيها ما يوم لا مش بهزر يعني. وكنت نادرا ما ادفع فيها فلوس، نادرا نمبر 1 بدماغي مش بفلوس. بس لا بس في اوقات كنت لا ممكن ادفع بقى خلاص، لان انا انا جربت كل حاجه وما جاتش معايا. فساعتها سالت سؤال في نفسي، قلت هو الفلوس دي بتروح فين؟ انا بقول لك واحده زيرو باك جراوند كودينج، انا معلش انا مش كمبيوتر ساينس، انا بزنس ادمنستريشن. وحاجات البيزنس انا حاجات البروجكتس انا كنت ساعات كتير بخلي الناس تساعدني وتعملها لي، يعني عادي. انت عارفه الولاد جدعان في مصر طبعا لو عادي اطلب منه خدمه وهم اشطر في التك بس فلما كانوا يعني عادي عندي الموضوع ده. وانا كنت كمان ستودنت يونيون، فكان I know a lot of people. انا كنت بنزل انتخابات وبتاع في الجامعه، فالدنيا كانت تمام، فمش حاجه بايدي قوي يعني. فالمهم بدأ الموضوع بقى، عارفه اما حاجه كده تسحبك زي نداها كده، اللي هو ابدا ادخل يعني ايه ديفلوبر، يعني ايه ديفلوبر اكاونت، اعمل ديفلوبر اكاونت، اشوف الجيمز بتتحمل ازاي، طب الجيم اصلا بتتعمل ازاي. هوس اوبسيشن جالي مش طبيعي. فبدات قلت طب عايزه اجرب، طب اجيب ديفلوبر هندي كده سعره ما يكونش غالي يعمل لي. كان لان الهنود they charge less than the British people في الكودينج وكده. خلصت معاه لقيت الجيم مش قد كده، لا انا عايزه جيم يعني، لحد ما جالي لحظه لا انا هعمل جيم زي كاندي كراش. اوكي
مش تتكلف زي ما تتكلف. كنت اوريدي لسه بايعه بيت في لندن، معايا كسبانه شويه فلوس، طيرتهم كلهم طبعا ودفعت عليهم وطاروا كلهم. This is the fun about entrepreneurship. You ضيعتهم need على to risk الكاندي it. وعلى الكرش. لا الاثنين I was crushed. قعدت سنه كامله ببنيها، وكنت ببنيها وبوضب بيت تاني. فكنت حسيت I resonated building a game او اب، لان ده كان المخطط بعد كده لبيلدينج بروبرتي. يعني اتس ذا سيم على فكره. بتبني وبتعمل انفراستراكشر وبتعمل فيتشرز وستيب باي ستيب ومراحل. وعايز البيت عايز صيانه والابلكيشن عايز صيانه. برافو عليك. ايه ده يا عبد، ايه ده؟ لا لا برافو. لا ما يغرك. برافو. برافو عليك. ده كل ده انا بقى فهمته من البروسيس. يعني خلي بالك انا بميل اكتر للبروجكت بيست ليرنينج. انا شخصيه I really learned through the project and through trial and error. للاسف تعليمي مكلف الحقيقه. لا بس ما هو كل حدا هيك، بالذات بموضوع الانتربرينورشيب آه، كله ترايل اند ايرور، فيش حقيقة. مجال لانه ما في مانيوال للموضوع، كان بالذات بوقتها. لا ما فيش خالص. فالمهم وكل الكلام بداته وما كنتش قايله لمحمد الحقيقه، لان انا كمان شخصيه اللي هو ايه، انا مثلا ايه، هو بيديني فلوس شوبينج كتير، يعني الحمد لله هو جوزي ويل اوف، يعني فلوس شوبينج انا ما كنتش بصرفها شوبينج، كنت بصرفها على البروجكت بتاعي دماغ في حته ثانيه. ففي مره بقى قلت له على فكره يا محمد بصراحه، وانا الفلوس اللي باخدها انا مش بصرفها، انا مش بجيب بيها، انا بعمل بيها كذا. ايه ايه ده ليه؟ قلت له انا حاجه نفسي فيها وعايزه اتعلمها، وانا بصراحه عايزه ابني that was the purpose. عايزه ابني my team of developers. This is the real asset. انا عايزه يبقى عندي team of developers. بعد كده لو اقدر اعمل جيم، اقدر اعمل اب. افكار الابس كتيره قوي. لندن كانت وقتها في الديجيتال ترانسفورميشن، كل الحياه كانت بالابس، فافكار كتير ممكن تتعمل، بس كان الاهم ان يبقى عندي ماي اسيت التيم الديفلوبرز. فكنت مستخدمه الجيم دي، اشتغلت ونتعلم فيها وتكسب، بس في نفس او ما تكسبش بقى، بس في نفس الوقت انا بجهز التيم. وكان مسؤول عنه ديفلوبر انجليزي. ديفلوبر انجليزي ده كان حصل بيني وبينه صدام في المايند سيت. كان هو عايز يسيطر على كل حاجه، ما يجيبش اكسبرتس في مثلا اليوزر اكوزيشن which was the big obstacle. طبعا هي دي اليوزر اكوزيشن اهم شيء. هو كان عايز يعمله، هو كان عايز، هو اللي جبنا حد طفشه، جه تاني انا هعمله، ما انا كنت شايفه ان هو هيز نوت كيبل اوف ات. ففهمت ساعتها ان المايند سيت مش هنعرف نكمل مع بعض. ايفن ذو كان هو اللي هيدير الجيم، برافو عليك، كان هو اللي هيدير وياخد ريفينيو شير. في لحظه طبعا قررت، قلت لا انا كده مش معاه، انا الهدف اللي انا عايزاه مش هوصل له بالطريقه دي، لا هو المايند سيت اللي انا عايزاه ولا انا كده عارفه ابني التيم اللي انا عايزاه. طب ما انا عايزه يوزر اكوزيشن اكسبرت، هو مش هيخليني اعمل اللي انا عايزاه. فوقفت الموضوع و I was very down, very depressed. بس دايما انا when I get down and I get depressed، فترات اللي ببقى قاعده فيها مع نفسي انا I reflect on what happened and I try to learn from the lesson from the whole experience. ايش بدي اعمل نكست؟ برافو عليكي. It's always what's next. واتس نيكست. حتى لو كنت في فتره، مش بقولك ان انا سوبر دوبر، لا انا في فترات انا بفصل عن العالم تماما وبقعد مع هايدي. بس هايدي مش انا ايه اللي غلطت فيه، وانا المره الجايه المفروض اعمل ايه. it's always like this في كل حياتي. شو حسيتي هو الشيء اللي وقتها بقى was like، عارفه لما تبقى هاتف كده من ربنا ان لا مش ده الطريق، انتي المره الجايه you need to be a partner not just a client with a revenue share agreement. I will be an angel investor. فانتي بعد هذا الابلكيشن وبعد فتره الداون قررت، قلت انا خلاص، انا واحده كنت مدركه انا entrepreneur at heart، بس ظروف حياتي مش هتخليني اخد مشروع from scratch و I dedicate all my life ليه. بس في نفس الوقت I want to feel the whole experience and I want to enjoy the journey of building a venture. ونفسي اعمل اللي انا حابه اعمله كمان. ودي اكتر حاجه انا بحبها. انا بحب ادخل في حاجه واخد ريسك ونبني حاجه. انا بحب قوي ابني. انا بجد I'm a nurturer and builder by nature. انا بنبسط لما اجيب بيت واخده كده وابنيه ويوصل لحاجه معينه وبعد كده استخدمه او ابيعه او اجره. It's a feeling ان انت بتاخدي ان انا to get the full potential of an asset or of an idea and build it. بناء المشروع It's a journey. هو اللي بيحمسك للمشوار هذا. بحب قوي الرحله. زي برضو ما عملت المحل كنت لوحدي، ما كانش معايا حد. برضو وقت المحل ادركت ان انا I should have had a partner. ما كانش معايا حد. It was not right. اليوم لو اليوم تفرجتي على التجربه اللي مرقتي فيها، شو كان الاشياء اللي كنتي غيرتيهم؟
غير انه كان معك بارتنر؟ ايش في اشياء كان غيرتي؟ في المحل كان المفروض يبقى عندي بارتنر، في الجيم في الاب كان المفروض ادخل انفست في الشركه نفسها بتاعه سايمون، مش ابقى انا كلاينت وببني ماي اون تيم. بس في الاخر لا، انا كل حاجه مشيت صح، لان ده ربنا الطريق اللي كاتبه لي. فبالعكس انا شخصيتي اتكونت من اللي مريت بيه. الناس بتفتكر ان انا honestly الناس كانت شايفاني مرات حد مشهور وست وعم بيت بتعبي وقتها بالظبط باي كلام برافو فارغ. عليك، برافو. لا على فكره بدات خلاص افك. فكيت مشي حاله. والله ممتاز يعني. برافو أنا عليك. عندي سؤال لوجستي. اتفضل. طبعا كل المحبه والاحترام للاستاذ محمد لو يرجع فيك الوقت بتتزوجي بنفس هذا الدكتور العمر؟ محمد يا عبد، دكتور محمد، انا اسف على راسي يا دكتور. معلش ما فوتش لو مشكلتي. لو رجع الوقت فيكي بتتزوجي، رح نتزوج نفس الشخص اتزوج بس هل صغيره؟ بنفس العمر؟ لا لا اوكي، لانه انا لا برضه لا انا ام فيري اونست. خلي بالك انا مشكلتي ان انا تو اونست. طيب لا ليش؟ ايش كان الاشياء اللي كان ممكن عشان تعمليها؟ انا هو سوري، هو كان 26 هو لما كان صغير. لا هو كان 25 وانا 21. اوكي. هو كان صغير وانا كنت صغيره. واحنا الاثنين على بال ما وشخصيات قويه احنا الاثنين، وهو اقوى اكيد مني. بس انا برضو ست قويه، فايت واز نوت ايزي ان احنا الاثنين يحصل بينا البوند. the bond was really hard to build because we were very young and very strong characters. فتعبنا في علاقتنا. مش انا بس الناس اللي بتشوفوا فاكرين ان لا هي الحياه ما كانتش ورديه من day لا one. طبعا اكيد. لا علاقتنا ما كانتش سهله. واحنا مخطوبين سيبنا بعض ورجعنا لبعض كتير قوي على فكره، كتير قوي. واحنا متجوزين we had a rough period of time في اول جوازنا وفي نص جوازنا، في مرحلتي وانا عايشه في لندن وفي اول جوازنا. لا لكن انا ما كانش عندي اوبشن غير ان الحياه تكمل. ما كانش اوبشن، وهو كمان ما فيش اوبشن تاني. هتكمل يعني هتكمل. فانا هتغير، هو هيتغير، هنتصرف. طبعا انا اتغيرت اكتر. الاول انا اتغيرت وبعد كده هو بدا يحاول هو كمان يغير. عشان كده انا بقول الست هي اللي تبدا. يعني الست هي انا الاول حاولت اغير في نفسي، بس في بيسكس ما ينفعش لا انا اغيرها ولا هو يغيرها. يعني مثلا انا عايزه ابقى بشتغل وابني حاجه في حياتي، اجلتها عشان هو يكون اجلتها، وهو كان الاولويه. قدر لي ده وقدره لي، وبدا هو كمان يحاول يتقبل وضعي الجديد. ده وضع جديد، خلي بالك. انا واحده كنت بيسموها تروفي وايف، تروفي مام. جوزي، عيالي، فول ستوب، ما بعملش حاجه غيرهم. فالناس كانت، انا عشان احول هايدي في المايند سيت بتاع الناس، ده ايمج اوف هايدي لواحده على فكره لا بتشتغل. والاول في ناس كانت شايفاني بتسلى، في ناس شايفاني ايه ده، ايش فاهمها دي اصلا في البيزنس. دي واحده طول عمرها سوري يعني في المصري متهنمه، هانم. يس انا بتعامل كهانم. انا بقى كنت عايزه معامله الهانم دي كروس ات اوت. لا انا مش هانم، انا نازله اشتغل، انا نازله اعمل حاجه في عالم البيزنس والستارت ابس. ولغيت قصه الهانم دي تماما، ودي كانت صعبه جدا. كيف عملتيها؟ شو كان اول خطوه؟ يعني في الاول خالص، خلي بالك في الاول خالص كان ممكن محمد يساعدني مثلا بالنتورك بتاعته، كونكشن، معرفه مثلا. فكان مثلا لما يكلم حد مثلا رجل اعمال كبير مثلا، انا رايحه مع التيم بتاعي بس، فيقولوا له هايدي هانم بنفسها جايه، ما تبعت التيم بتاعها. قال لهم لا هي جايه بنفسها. فانا كنت شايفه نظره الناس في استغراب رهيب، اللي هو ما بيشوفونيش غير في افراح، مناسبات اجتماعيه، كلها حاجات فيري جالا دينر. هم بمصر لسه عايشين بهذا الجو. احنا الجو ده عندنا يعني انا فاهم الحياه الاجتماعيه اللافش قوي اللي هي ان لسه موجوده. ان هي مش عم تعمل. بس لا بس كثير حلو انك انت كنتي من اوائل النساء اللي قدروا يغيروا هذه المنظوره، واللي هي الست بتقدر تكون هانم بالبيت وتعمل كل هاي، وبنفس الوقت بدها تشتغل وتعمل وتاخذ الميتنج تبعها، وتكون قصه نجاح. انا كنت حسب الحمد لله يا رب. يعني يا رب خلي بالك انا من الناس اللي الناس بتقولي قصه نجاح، بس انا لسه حاسه ان لا لسه كتير قوي. ويلا مش وبعاني من الامبوستر سيندروم بقى. خلي بالك عندي كارثه. يعني انا ببقى فعلا انا شايفه حاجه والناس شايفين حاجه، اقول هم شايفيني كده ازاي؟ انا مش شايفه ده. انا مش شايفه ده. انا عندي اصل دماغي في حته، يعني انا طموحي في حته ثانيه. فلو لما بتقال قصه نجاح اقول يا رب انا مش شايفه ده دلوقتي، لكن انا ان شاء الله شايفاه قدام. ايش اول مشروع اشتغلتي عليه؟ اول انفستمنت عملته اول انفستمنت حسيتي هذا هو وهون بدي ابلش؟ بصي رجعت انا لما بقى بدات قررت ان انا اعمل انفستمنت، كانت فيري بنتي كانت وقتها بتخلص الجامعه في LSE لندن سكول اوف ايكونومكس، وطلع هارفارد تعمل هير ماسترز برضو في اللو.
فكان وقتها انا كنت اوريدي قبلها. واضح مين المحامي النمبر 1 القادم ايه رايك؟ واضح. لا ان شاء الله النمبر 1 الجاي في ريال ابو شقه وبهاء الدين ابو شقه ان شاء الله الريجل الولادي الاثنين الاثنين عم بدرسوا قانون. ابني كمان قانون حقوق انجلش القاهره، رفض يسافر بره لانه كان هو طفل في انجلترا، فقال لي لا هو مرتبط ببلده قوي، لكن يعني ممكن ده يتغير بعد كده. هو مصري قوي بيبو، عندي باتريوتيك وطني جدا. لا وموضوع انه القانون يعني اوكي بتدرس القانون على الورق بس لازم تعرف قانون البلد والشوف بالبلد بالكلتشر برضه بتاثر كتير. طبعا هي دلوقتي في مصر وبتشتغل مع باباها في اي قضايا ليها علاقه بدول اجنبيه وكده، وبيبو لسه ما اتخرجش ان شاء الله السنه دي يا رب على خير. فالمهم فانا ساعتها يعني كنت انا عماله ببص على ستارت اب سين في مصر. خلي بالك انا جايه ما اعرفش عنه حاجه خالص، يعني هو كان شغال وانا في لندن في الفتره دي، بس انا جايه ما اعرفش ايه فين الناس تعمل ايه وصلوا لايه في الموضوع ده. فقعدت فتره انا كانش عندي انستجرام، عملته 2019 عشان بنتي لما اتخرجت مدرسه كنت بعمل لها عليه ستوري اللي هي البوست بتاع التخرج. ما كانش عندي ولا سوشيال ميديا خالص لحد 2019. فالانستجرام بيعرف انت بتدور على ايه مظبوط، فبيطلعه لك. فبدات اللي هو يطلع لي ستارت ابس، ابص على ستارت ابس لحد ما طلع لي اول انفستمنت عملته في مصر امباكتن اب. طلع كان بيتكلم عليها ذا فاوندر محمد وحيد، كان بيتكلم على فكرتها. وقتها الفكره كانت جديده وتخوف، واللي هو يعني كان بيتكلم على the value of the word of mouth and how can we utilize it and monetize it. ان انت you can review مثلا a product، حاجه بتاكليها حاجه بتشربيها، بس في نفس الوقت تقدري تاخدي كريدت، تاخدي فلوس عليها، وفي نفس الوقت الشركه بتستفيد، بتاخد منك الداتا والانسايتس، وهي كمان والفلوس دي بتبقى هي بتدفعها الشركه واحنا بناخد الكات بتاعنا. دي كانت بدايه الفكره، بس خلي بالك الفكره دلوقتي غيرناها، الدنيا اتغيرت دلوقتي. بس انا ساعتها ادركت اولا الانتربرينور ده وهو بيشرح، شفت الباشن، هو بيتكلم على مشروع وبيتكلم عليه فيري باشنتلي، والفكره جديده وانا كنت بدور على فكره جديده، حاجه انوفيتيف. والفكره الجديده مش تكون مكعبله او معقده، هي ممكن تبقى فكره بسيطه على فكره بس ما جاتش في بال حد او ما حدش اتجرأ يعملها. فكره جديده، وحسيت ساعتها قلت يعني وشكله شاطر اقابله بقى، انا عايزه اقابله. فاول ما بعت له على الدي ام، فعلى الدي ام ما ردش على، افتكرني مش حقيقيه، يعني افتكرني كائن خزعم بتهزر، واحده بتهزر. لا ممكن واحد يجي يساعدني من غير سبب. ما ردش، اكيد بدها شيء. فما ردش، لا ما كانش ماسك الانستجرام، كانت شركه اللي ماسكاه. لما رد محمد كنت انا اوريدي في مصر، احنا بنقعد في مصر اكيد انتوا عارفين الساحل الشمالي طبعا، فكنت نازله من الساحل الشمالي عشان اعمل لها فيزيت امريكا عشان تطلع هارفارد. ففي اليوم ده رد وقال لي اقابلك. انا كنتش بصراحه مخي كان، انا دايما ببقى مركزه، انا دلوقتي مركزه في تصفير بنتي، فجاي لي اللي انا بعت له من شهرين اصلا، انت لسه فاكر تبعتي دلوقتي بعد شهرين. جيت فقلت خلاص هقابله. فسبت فيلي في السفاره في جاردن سيتي، وقعدت انا معاه في اوتيل الفور سيزونز، وقعدنا في اللوبي وقعدت بقى اتكلم معاه واشوف. هو برده كان جاي مخضوض، مين دي؟ انا برده وقتها ما كانش حد يعرفي خالص، يعني لما اقول له انا انجل انفستر، هو في مصر اصلا انجل انفسترز ستات انتك؟ ذاتس ذا ثينج. كمان قليلين قوي مش بس بالتكنولوجي، بعدين ستات، بعدين اي يس انتك ان اي ما في يعني، وست مش راجل يعني، برضو خضيته وما يعرفش عني حاجه خالص. عاده بيبقى عارف انا مين، بعمل ايه، عندي بيزنس او انا جايه من عندي اهلي عندهم بيزنس. قعدت معاه، فانا قلت له انا كنت بعمل ايه، وانا واي ام انترستد ان هيز بروجكت. هو قال لي ان هو كان وقتها عامل بروجكت قبل كده في مصر كان اسمه مشاوير وهو صغير، ومشاوير ده اصلا كان عاجبني قبل ما اسافر لندن اعيش. الفكره كانت عاجبني، كان عاجبني بس مش عارفه انه هو صاحب لا ما كنتش اعرف. اوكي. الفكره كانت عاجباني، كنت طول مشاوير ايش زي اوبر مثلا بتكون؟ مشاوير كان زي كان فكره انك بتشتري المشوار، ان انا استخدمته، كنت مثلا ابعت وجيب لي اكل من حته، انقل ورق من حته لحته. فكانت عجباني الفكره ان انا مثلا ابقى بعت السواق حته ومستخدمه مشاوير يعمل لي مشوار تاني. فاي لايك ذا ايديا ذن، وانا اصلا قبل ما اسافر لندن قلت ساعتها الفكره دي حلوه، ده اللي عاملها يعني اتس ا سمارت ايديا، اتس ا سكيلبل ايديا، وانا بدور على سكيلبل ايدياز في شغلي عامه يعني. فعجبتني الفكره، وهو ساعتها بقى ما توافقش مع شركائه في مشاوير، والبزنس يعني خلاص الشركه اتصفت وخلص البزنس، وات واز نوت ما وصلش لحلمه. اونستلي انا ساعتها شفت فيه هو ده اللي انا عايزاه، مش بقى ان ما قدرش يوصل بالمشروع اللي هو كان عايزه، لا بالعكس، انا عايزه الكاركتر ده، شخصيته هي اللي عجبتك، الشخصيه والفكره كانت عاجباني الاثنين. يعني مع محمد وحيد الفكره كانت عاجباني قبل ما اقابله، ولما قابلته اي تيك ذا بوكس فور ذا كاركتر، هو ده اللي انا عايزه استثمر فيه.
ودخلت معاه، وساعتها كان البروجكت اللي هو لا هو كان يقول لي محمد هايدي اتس زيرو اور هيرو، بيخوفني، يقول له يعني انت انا ما تقلقش، انا شخصيه الزيرو اور هيرو، انت ما تقلقش عليا، انا تمام، انا قلبي حديد يعني. انا الهيرو يابا. احنا رح نوصل للهيرو. حلو، انا الهيرو، ما تقلقش عليا. ولما بقى خدته عرفت طبعا، قلت رجعت لمحمد انا في واحد قابلته وعايزه استثمر فيه. حبيبي محمد بيستحملني جامد الصراحه يا عم، لازم اديله. هي راجعت الجمله براسها، اكتشفت انه كثير ايه ده ازاي، انا مستغربه. محمد في واحد قابلته فقلت ممكن اجيبه لك تشوفه، تعالى تقعد معاه طرف ليه. قال لي ماشي. فلما جبت محمد يقابل، هم الاثنين محمد، جبت محمد يقابل دكتور محمد جوزي، فبرضه بيقول لمحمد بص يا دكتور هي زيرو اور هيرو. ما انا ما تقولش كده بقى يعني بالعافيه يعني. وفكر انه اذا بحكي هذا المصطلح ورجيني بحكي لغات يعني. بليز انا عايزاه، مش عايزاه يقول لا، انا عايزاه يوافق. هو محمد القصه بيبقى خايف عليا، اخش في حاجه ابقى اسمي اكسبوزد، ابقى امر بتجربه ما تنجحش، فادخل في تجربه نفسيه. هو والله انا جوزي سبيشال انه هو سوشيال فيجر يعني، وكل حد بيعرفه فلازم يعني. وهنا they judge people بمصر too much. برافو عليك. they judge people. ده رعب في مصر الجادجمنت يعني طبعا، رعب. وسبيشالي يعني صرت بدي استخدم هالمصطلحات في الطبقه اللي انتم بتتعاملوا معها كتير، في احكام وكتير في ما بزبط تكون مرت فلان كذا، برافو عليك، فشلت مرت فلان. مع انه الفشل هو اللي بيودي للنجاح. انت عشت في مصر؟ لا ده انت ذكي. لا ما يغرك مع انه الفشل هي من الاسباب اللي بتودي الانسان لانه يوصل لمحله ينجح بشغله. في مصر لسه مش قادرين يستوعبوا الفكره دي، بالعكس بيستخدموا الفشل like a stigma or a taboo thing to blame the person for. عشان يرضي حاله، فشل هو بفشل الاخرين. لسه احنا في اتجاه ايجابي سليم، بدات الناس تدرك ده، بس لسه قدامنا شويه. طيب اهم انجاز بعد الدكتور محمد والاولاد والبيت، اهم انجاز تجاري؟ احنا بقى دخلت امباكتن دلوقتي، امباكتن في دبي. اسم الله الحمد لله. احنا في دبي واحنا اساسا وير تارجتنج جلوبال. احنا المفروض ان احنا يعني هدفنا ان احنا ما نبقاش، وده اللي انا كنت بدور عليه اونستلي يعني. انا خلي بالك هو امباكتن، عارف انا كل البورتفوليو عندي كل حاجه فيها داخله لحاجه، ده ليه سبب، ده ليه سبب، ده ليه سبب. فانا امباكتن حاجه فيري ريسكي، بس عايزاها تبقى جلوبال، حاجه تكون اول حاجه جلوبال طالعه من مصر ومن المنطقه، وتبقى جلوبال اللي هو يعني اللي هو جلوبال زي البيج نيمز، زي الميتا ابس، زي بنتكلم على وامتى هتجيبوها؟ بس it is a video review app now. بقى هقول لك الفيديو ريفيو، هي فيديو ريفيو اب، فهي تطور بتاع يلب اند شيب ادفايزر. اوكي. فانت الريفيو بدل ما بتقراها انت بتتفرج لها فيديو. ناس and very raw فيديوز raw اللي هو يعني ولا مش معمول لها ولا اديتنج ولا بتاع، وده اللي الناس بتحبه، وده اللي جين زي بيحبوا. جين زي مش بيقرا ريفيوز دلوقتي، في مصداقيه اكتر لما بس جاي اقول المصداقيه فيها كتير اقوى لما يكون فيديو. we sell honesty. احنا on Impactin we utilize and sell honesty and we are monetizing honesty. طب السؤال اللي بعده honesty بكل ما فيش حدا بنجح من غير ما يفشل. طبعا. متى واللي حصل لي في لندن ده كان ايه؟ متى تحمستي على مشروع وكنتي عامله انه انا متاكده انه راح ينجح وخاب ظنك هي لما كنت بعمل الجيمنج اب بس كاندي كراش بعديها ما لا المحل كان ناجح اوريدي وانا قفلته لاسباب اولادي وكده. لكن هي الاب الجيمنج اب. طيب والان استاذه، بس قبل عندي بس كنت اسال على الشغله الثانيه اللي هو في انت شفتي كمان ان ابلكيشن كانت على شارك تانك. ما انا هكمل لك هاي وهختصر عشان الوقت عندكم. بعد ما دخلت مع محمد جوزي كان فاكر، دكتور محمد كان فاكر ان انا خلاص كده امباكتن بقى وهتشغل لي وقتي، مش عارفه ابص ورايا لان انا برضو مشغوله في بيتي وحياتي. عجبني جريف يوسف براند كاست ايرون، حديد زهر، كوك وير، يعني ان بدل ما يبقى من التeflon او من مواد او من الالومنيوم، اصح حاجه في الطبخ هو الالومنيوم والحديد الزهر. اللي هي مواد طبيعيه. اوكي انتوا اخدتوا حديد الزهر؟ لا سوري اصح حاجه هو الستينلس ستيل والحديد الزهر، بس انا ماليش في الطبخ خالص. فانت اخدتي حديد الزهر بارد اتفقست. لا الستينلس ستيل هو الهيلثيست، هو الكاست ايرون اللي هو الحديد الزهر. انت اخدتي حديد مش هيلثي ايه وهو فكرته هو بقى كان عاجبني ان البروجكت ده، المنتج ده كان موجود في مصر زمان
والناس نسيته، دخلوا بقى في الحاجات اللي هي نون ستيك، النون ستيك ومش عارفه ايه، فنسيته. وهو رجع، وهو في امريكا فيري بوبولار، وفي امريكا للناس اللي بتحب الستيك واللحوم والبروتين بيطلع حلو قوي، الساور دو بيطلع حلو قوي، الستيكس بتطلع فظيعه، اللحوم كل البروتينز بتختلف تماما في الكاست ايرون. وكمان بتقدر تحط مثلا في الداتش اوفن اللي هي حله الكاست ايرون دي، بتقدر من فوق ومن تحت، اللي هو تدخلها في الفرن تطلعيها من فوق تحطيها على حطب، هي دماغ تانية كده في طب وهي كيف حتعملي لها ماركتينج وانت بتطبخيش؟ لا ما مش مهم، هو يوسف بيطبخ. هو اللي يعمل مش انا. يوسف شاطر، يوسف بيطبخ كويس قوي، بس انا عجبني ارادته ان هو قدر ان هو اولا انا كنت عايزه اكتشف الاي كوميرس في مصر، عايزه اكتشف التصنيع في مصر اخبارنا فيه ايه، وكنت عايزه اشوف، ويوسف في حد ذاته هو معاه PhD انجلش ليترشر، فان هو يعلم نفسه يعني ويخلي نفسه بيعرف يعمل اي كوميرس وكده، دي برده كان لفت نظري از ان انتربرينور، وكان بروفيتبل على فكره، بس كان عنده مشكله ان الكاباسيتي ما كانش معاه كاش فلو اللي يأهله انه يعمل حجم الطلب عليه انه يقدر ينتج. لما انا دخلت معاه احنا نمبر 1 في مصر كاست ايرون جريف، يعني الناس بتقول بدل الكاست ايرون بيقول لك انا عايز حله جريف. لا والله والله يعني بقى جريف هو طلع ورانا براندز بعد كده، بس جريف هو بقى الحديد الظهر، ما فيش زي فاين عن المحارم فاين. انت بتعرفي شو اكتر واحنا شيء في مصر لفت برضو عندنا كلينكس، بس خلاص ما بقاش موجود، بدنا نقول عليه كلينكس. بتعرفي شو اكتر شيء لفت نظري بكل اللي انت عم تحكيه؟ انه الاستثمار هو مش بس بالفكره، هو كمان بالشخص اللي ده بيج تايم. انه هي شغلتين هدول هم اهم شيء باستثمارك لما بتحطي اي استثمار فيه بالضبط. وهل بتحسي انه بمصر البوتنشل فيها موجود لهاي الاشياء؟ الرد بقى الاستثمار الثالث هو بقى الرد على سؤالك ده. انا بقى بعد ما خلصت يوسف جاب لي في VC معينه يعني بتعاون معاه، جاب لي كذا بروجكت اللي هو لو عايزه ابص عليهم، ولفت نظري مشروع ثالث اللي هو واي اب سبورتس. واي اب سبورتس ده بلاتفورم اللي هو انا بسميه ذا امازون اوف سبورتس. ات از ذا امازون اوف سبورتس، انت اي حاجه لها علاقه بالسبورتس هتلاقيها، سواء كانت كلوذينج، هذا كريتد باي ايجيبشن ايكويبمنت. يس والله رهيب. بثلاث اخوات، عمر عفيفي ومحمد عفيفي وبسمة عفيفي. هذا اخذت القرار فيه؟ انا برضو في انجل. لا اخذت القرار فيه يعني اوريدي خلاص انا معاهم بقالي فتره. والفتره الجايه يعني بدي افوت معك. ده انت تنورنا يا عم، خلاص انا اتصالحت خلاص. طبعا الناس اكيد دلوقتي هو عمل ايه، بس مش هنقول لهم. خليهم كده. هلا في عندنا اخر فقره، بس قبل اخر فقره، اللي معاه مصاري هلا وين يروح فيهم بالوضع اللي احنا فيه، بالمعطيات الموجوده بين ترامب وامريكا والصين اللي معاه هلا كاش، شو يعمل؟ اللي معاه كاش ما يسيبوش في البنك خالص مبدئيا على قد ما يقدر، لان مع الانفليشن وكده لا هي نيدز تو يوز ات. انا كنت زمان انا في ناس انا مثلا خلي بالك مش هقدر اقول ده رايي انا في نفسي، لا انا بقول لك رايك انت، لكن انا مثلا لو عليا انا معايا كاش بحطه في ستارت اب. بالستارت اب بحطه في ستارت اب، بحطه بجد بالمعطيات الموجوده هلا بالعالم لحد دلوقتي. ومش في مصر بس، بره كمان. يعني خلي بالك انا ام اوبن ان انا انفست في مصر وفي الدول العربيه والاجنبيه، يعني طبعا اولويتي مصر والدول العربيه، بس لو لقيت فكره عجبتني في انجلترا او لا واي نوت، او في دبي مثلا بانتربرينور انجليزي، يعني في حاجات ببص عليها كده كتير، او في انجلترا في حاجات ببص عليها برضو. انا ما عنديش حته ام فيري كوزموبوليتان بيرسون، ما عندي يعني لا احلى شيء انا فيري كوزموبوليتان، فاللي هو تمام يعني اللي هو انا بحط في ستارت ابس. بس مثلا في رجال اعمال مثلا مشاهير زي مثلا نجيب ساويرس، ده بالنسبه لي one of the icons، انا بحبه جدا برضو. يقول لك الذهب. عندنا دائما فقره بالبودكاست بنسالك 5 اسئله جوابهم دائما بكلمه او بجمله. تمام؟ تفضل استاذه. شو في نصيحه حدا قال لك اياها ولليوم بتقتدي فيها؟ حبي هايدي وشوفي انت بتحبي ايه واعمليه. دي نفذتها ريسنتلي، ما كنتش طول حياتي كده، طول حياتي حاطه كل عيلتي والناس حواليا الاول وانا في الاخر. فبدات اتخلي هايدي تبقى لا هي في الاول، ستيل بعد ولادي، بس لا يعني بس في الاول بقى فوق يعني. فلا يعني انا ما كنتش بحب نفسي قبل كده خالص. خالص. عندي كثير اسئله على هذا الموضوع. اوكي نيفر مايند. شو في نصيحه حدا قال لك اياها وندمتي انك سمعتي لها؟ فتره في حياتي كان بيتقال لي فكره الستات زمان، يعني اللي هو مثلا مامتي
اللي هو خلاص انت سعادتك في سعاده ولادك which is not true. ان ايفن الولاد بيبقوا عايزين يشوفوكي سعيده، وعشان تبقي سعيده لازم تعملي حاجه انت بتحبيها وتكوني راضيه عن اللي انت وصلتي له في حياتك وحابه الفيرجن بتاعك او نسختك الموجوده. فحيث ان انا افضل مركزه على سعاده ولادي وسايبه نفسي خالص. الاولاد اذكياء جدا وبيشوفوا مامي مش مبسوطه، مامي تعبانه، انا ولادي اذكياء جدا بيخلوا بالهم على كل حاجه. فما كانش صح برضو ان انا انسى هايدي فيحسوا فيا بالانكسار ده، فما يبقوش برضو مبسوطين. فلا. انترستنج. شو في قيمه كان عندك اياها وراحت مع الايام؟ بصي انا فيري بلانت وعفويه جدا، واللي في قلبي على لساني. هي ما راحتش، هي بقت كنترولد. يعني ما زالت موجوده، بس بحاول مش كل حاجه في قلبي اقولها، مش كل حاجه يعني بتوصيات بقى من محمد جوزي ومن اهلي فمش كل حاجه عايزه تقوليها، لان انا عفويه جدا واللي في قلبي على لساني، بس مش سهل، مش المفروض اكون كده. فانا بحاول، انا اللي بحاول اقللها يعني. بس برضو الطبع بيغلب التطبع. It's not easy. طبعا اذا طبعك هيك كثير صعب تغيريه. اذا طبعي كده، في ناس بتحبني قوي كده وفي ناس ممكن تتخض مني شويه، بس هو انا كده. مش كل حدا بحب يسمع الصراحه. فيمكن هذا هو السبب. بس ما بتحسوا انه كمان لازم الواحد يكون صريح بالاشياء عشان الناس ترتاح حواليه؟ ما بتقدر تفرض. ما بتكلمش بقى. يعني لو لقيت نفسي في حاجه يعني وما تلاقينيش مثلا، يعني انا ممكن اكون يعني مجامله، لكن مستحيل ابقى منافقه. اوكي. مستحيل. ما تحكيش. ما احكيش. مستحيله. ممكن اجامل، فالناس دايما معروفه ان لساني حلو. بجامل عشان انا احب اكلم ناس زي ما احب ناس تكلمني، لكن من نفاق عشان اوصل لحاجه او اعمل حاجه يعني يعني لو ايه مستحيل. شو في قانون بتحبي تضيفيه للمجتمع العربي؟ ممكن يكون قانون مجتمعي. في نفسي، وفي قانونين اونستلي. في قانون الاولاني، بص في ورقتك، يا ريت يعني المجتمع العربي كله كل واحد يركز في حاله اللي عنده، ما يركزش في حال الشخص الاخر، ما يركزش. لو ركز في حاله واستخدم كل طاقته يطور من نفسه، من حياته، من فكره، من يشتغل على نفسه، هيوصل لحاجات هو ما يتخيلهاش. لكن احنا عندنا نحب نبص وما نوجعها بكلمه، ننتقدها بكلمه، نضايقها بكلمه. ليه طيب؟ ليه انت بتضيع طاقتك عشان خاطر تضايقها؟ طب ما تخلي الطاقه دي ذكائك اللي انت استخدمته حطه في حاجه ثانيه. القانون الثاني بقى الرحمه اللي هو وعدم الحكم على الاخرين. ان دايما نبقى عندنا رحمه ببعض وما نحكمش على بعض. محدش عارف كل واحد مر بايه وحياته عامله ازاي، ويعني هم دول بس عشان وقت بتاعك. الرحمه. لا صح، الرحمه احنا هذا كثير بحاجه له هلا بالمجتمع العربي، بس انه نرحم بعض شوي. نرحم بعض. ونفسي يعني اتمنى العرب لو يحبوا بعض فعلا، ومش كليشيه، بس نبقى بنساعد بعض، بنتعاون مع بعض، مخنا كله هنقوى ازاي عشان ما نبقاش مستضعفين. واكيد مش هنكمل في الحوار بعد كلمه مستضعفين عشان ما تلاقوش بقى الدموع في الظروف اللي احنا فيها. شو الهدف اليوم لهايدي؟ الوصول لأفضل نسخة من هايدي، و setting a good example, leaving a legacy. أسيب إرث ولادي يفخروا بيه بعد عمر طويل يعني، وأكون example ليهم يعني. وهم مثلا شايفين زي ما باباهم example ليهم بيبصوا ليه يعني رول موديل، أنا كمان أكون ليهم رول موديل يبصوا لي ويبقوا فخورين بيا وفخورين بباباهم. أكيد إنهم فخورين فيك طبعا يا رب. وإحنا فخورين فيك. إحنا كمان كثير فخورين فيك بصداقتك وفخورين والله أنا فخورة بالانترفيو ده. أنت إضافة كبيرة بحياة أي شخص، مش بس بالموضوع المادي، حتى فخرها بزوجها بأولادها. هذا للأسف صار عملة نادرة يعني. صار الواحد لما يشوف واحدة فخورة بزوجها يفرح. لا ده بيتغلس عليها عن جد، ده بيضايقوها. فاحنا فخورين فيكي كثير وفخورين بمعرفتك، وكمان بطريقه التفكير مع الانتربرنورز، وكيف بدك تساعدي الشباب انهم. انا ما فيش انتربرنور قعدت معاه ما اتمناش ادخل معاه لحد النهارده يعني. انا بالعكس، انا اللي بقرر الحمد لله يعني. كنت زمان اقول هلاقي فين، لا ده انا دلوقتي يبقى عندي كم بيجي لي من مصر وبره مصر انا مش ملاحقه عليه، وانسي فاينانشلي برضو اي كانت افورد اول ذس يعني. احلى لسه شوفي بعد الحلقه اللي هيجوك من الاردن. استني يعني، اتمنى يبقى شرف لي. ثانك يو كثير. طيب يا جماعه تابعونا احنا الثلاثه يوم الثلاثاء الساعه 3. السلام عليكم. ثانك يو.